بس يشهد الله، يشهد عليها الله معاذ عليان ولا عمره شتم ولا عمره قال كلمه خارجه. ويسوع ابن الزواني دي ايه؟ وانتوا بتعبدوا رغيف عيش دي ايه؟ ولما يقول يعني هو دلوقتي رغيف العيش دوت بيدل على اليسوع، مش معناه كده جسده، ففي العضو الذكري بتاعه، انتوا بتاكلوا العضو الذكري بتاعه ده ايه؟ انتوا بتقولي يشهد عليا الله، انا ده سمعته بنفسي وربنا يحاسبني عليه. امال انا متضايق من ايه وزعلان؟ انا زعلان على فكره على ديني. انا ديني مش كده، ومش ده، ومش ده اللي يمثلني، ومش ده اللي يخليني اتحط في موقف وسخ اللي انا اقعد اقول ان الناس دي مش شبهي. انا لما اعمل بس واطلع واضاءه واتش دي وقاعد ولابس علشان اقول ان رغيف العيش اللي انتوا بتعملوه في التناول ده بما انه هو جسد المسيح يبقى فيه العضو الذكري بتاعه. انت بتعبد العضو الذكري ولا لا؟ هل دي مش اهانه؟ اللي انت فرغت الرمز من معناه وحولته لحاجه جنسيه علشان تحوله لنكته، هل دي مش قله ادب وسفاله ووساخه واهانه؟ بس انا برد من كلام حضرتك. ايه الكلمه الخارجه؟ قال عضو ذكري، هو دي مش كلمه خارجه؟ قال ان الناس بتعبد عضو الذكري وبيطلع الناس، وللاسف الناس بترد عليه، وللاسف المسيحيين بيخشوا معاه في نقاش وبيردوا عليه. انت شايف انه ده عادي؟ كلمه عضو ذكري ان الناس بتقعد عضو الذكري ده عادي؟ اهو تاني رجعنا او راجعين. انت لما اقول كده اهو انت لسه انت قلتي لي انه ما بيغلطش، معنى كده ان زكريا بطرس قليل ادب وبيغلط وهو ما بيغلطش. لما قلت لك لا بيغلط قلت لي طب وزكريا بطرس وكميه البثوث اللي على التيك توك، انت قلت له انه ما بيغلطش، ما قلتليش انه بيغلط زي ما زكريا بطرس بيغلط، ما قلتليش ان هو بيجيب مش عارف ايه كده. انا برد على قد كلامي.